سمعت مرة ست كده بتقولي أنا واثقة فيه جدا لأنه مش هيلاقي ست تانية تقدم له اللي أنا بقدمه له. فأنا وقفت عند كلمتها كده وحسيت إنه لا، إحنا محتاجين نقف عند الكلام ده. فكرة إن أنا ساندة استقرار جوازي على إني بقدم كل حاجة ده مفهوم ضعيف قوي. ليه؟ عشان سؤال بسيط، إنه طب افرضي إن هو لقى ست تانية بتقدم له أحسن من اللي أنت بتقدميه. طبعا هي وقتها هتحس إنه قد إيه الثقة بتاعتها اتهزت في الشخص ده، وهتحس كمان بالتهديد. اللي عايزة أقوله إن استقرار البيوت وإن الزوج والزوجة يبقوا مكتفيين ببعض ملوش علاقة بشطارة الست أو إخلاص الراجل. كل الحكاية إن ربنا أراد إن يبقى في سور ما بين الراجل ده والذنب ده، إن ربنا يحفظه من الغلطة دي، مش شطارة من أي حد فينا يعني. وده يغير مفهومك بقى عن الخيانة، إن لما تعرضتي للخيانة ما كانش نقص فيكي، وإنما هو ضعف بشري لشخص انجرف في سكة الذنب ده. ربنا يحمي بيوتنا كلنا ونكون كفاية لبعض.